18 نوفمبر ماتت 28 او 27 قتيل او شهيد، سموهم زي ما تسموهم، نحسبهم عند الله شهداء بتوع القطر اللي هم اسمائهم يعني، وان كان يعني مش محتاج اقول اسمائهم، بس يعني عشان تعرفوا ان هم معظمهم مسيحيين، او هم كلهم تقريبا مسيحيين. خليل معوض، عماد نظمي، ديولا فؤاد، ابنوب فؤاد، نايرة اسحاق، منى اسحاق، دول اخوات. موريس 45 سنة، نرجين ايمن 5 سنوات، سمير جرجس 60 سنة، سامح العطيطي 33 سنة، اسحاق فوزي 61 سنة، توادرس، كلهم اخوة مسيحيين. نفس القصة اللي حصلت عند الكنيسة اللي في امبابة، ناس في فرح فرحانين ومبسوطين، راح داخل واحد رششهم موت لهم 3 4 انفار. ادي اللي حصل برضو في القطر، راجعين من فرح مبسوطين وقريبهم. يعني انا كان في حد عامل عيد ميلاد قريب وقال لي انا هجيب اتوبيس اعزم معزيم، قلت له لا بلاش حكايه الاتوبيس دي، لحسن يتخبط ولا حاجه تبقى مصيبه تشيل ذنب الناس دي كلها. يا عيني ده اخ عازم اخواته، جاب لهم اتوبيس عشان يجوا كلهم، عشان يموتوا كلهم. سبحان الله. تقول ايه بقى؟ القطر ده كانت مصوراه الدكتوره شهيره الشافعي، مش عارف احنا جبنا الصوره ولا لا، ما اظنش جبناها، ما لحقناش نجيبها. مصوراه السنه اللي فاتت بتباره، المزلقان معمول بتباره، هجيب لكم الصوره بكره ان شاء الله. المزلقان معمول بتباره، واحنا هاتينا قعدنا نهاتي من ساعه قطر اسيوط، مش عارف انتوا جايبين الصوره، من ساعه قطر اسيوط ما حصل المزلقانات يا اخوانا، المزلقانات يا اخوانا، يا هو يا بوي يا ابراهيم الدميري. انتوا تعرفوا ان ابراهيم الدميري ده راجل معاه شهادات رائعه، وراجل عالمي، وبيدعى لمؤتمرات عالميه في النقل وخلافه وحاجات زي كده. طب انت يا سياده الوزير كنت موجود في القطر اللي اتحرق فيه، مات فيه حوالي 40 او 50 واحد محروقين، واقلوك، رجعت والحاله زي ما هي. انا لا الومك، انا ما بكلمش ان انا هعمل هجوم كده زي ما بيحصل في العاده. شفت ان المزلقانات حالتها زي الزفت، وانت راجل خبير عالمي، انسحب يا رجل حتى تنبه، تضرب جرس من باب الانسانيه، من باب الشهامه، من باب العلم بالشيء. عرفت ان المزلقانات مش نافعه، قاعد بتعمل ايه؟ امشي قول لهم لا، واطلع كده للرأي العام وقول انا ما اقدرش امسك وزاره النقل لان عندنا هيئه اسمها السكه الحديد فيها 700 كذا ومزلقان فيهم 500 مش متحدثين، ما فيهمش جرز، وبعدين تقول لي اصل المزلقان لازم يتحدث بمليون ونص و3 مليون و2 مليون. يا عم ما تحدثش ولا تنيل. انا مش بكلم الوزير، انا بكلم اللي بيقول الكلام ده. مش عايزين تحديث ولا نيله، حط لي جرز. هو انت يا محدث يا كفته؟ يعني انت يا محدث لي المحطه المزلقان يا خلاص زيرو فتله حطيت لي دباره. يا سيدي نعمل اللي نقدر عليه دلوقتي، اللي نقدر عليه دلوقتي ان احنا نخلي الجرس يضرب بس، ونخلي العامل مصحصح. ادي الحكايه، مش ما بيعملوش ده، لازم نحدثه، لازم يعملوا بالكمبيوتر. طب اتفضلوا لما تعملوا على الكمبيوتر يكون مات كام واحد بقى. الشيء المحير والمحبط في نفس الوقت ان لا رئيس الدوله قطع زيارته الكويت، وكان يجب، لانها مش حاجه قليله ان يموت 28 واحد في حادثه قطر، دي تهز الدنيا، وده خبر يخلي مصر في الصفحه الاولى، في اول خبر في العالم كله. انا كنت في لندن وطلع خبر الاتوبيس اللي هو كان، تفتكروه اللي هو كان عند مصر الجديده، اللي ضربوا قطر باين ولا ضربته عربيه نقل اظن عند مصر الجديده، كان مفيش قطارات عند مصر الجديده، ومات العيال اللي في القطر كانوا التلامذه. طلع خبر اول، في حين اللي لما راح مبارك وانا في لندن ما كانش خبر اول ولا تاني ولا عاشر، مش موجود الخبر اصلا. انما حادثه زي دي تطلع خبر اول في العالم كله، وانا قاعد في مؤتمر قمه. ده ينفع ست المستشار؟ ينفع؟ اين كان مستشار الرئيس؟ يقولوا له اقعد، لو هو ما خدش باله الناس تقول له امشي روح، في مشكله في مصر، مشكله كبيره. مفيش حاجه.
شيل الوزير، ما بيشيلش الوزير. الوزير يمشي، ما بيمشيش. يعني هو فكرة الوزير ايه؟ فكرة سياسية، لأن الوزير ده منصب سياسي. فكرة سياسية تفش غل الناس. يعني الناس يعني تقول حاجة حصلت لما القطر اتشال. على الأقل لا يستمتع إبراهيم الدميري بالمكتب والعربية والدياولة والهيصة والزيطة وسيادة الوزير راح وسيادة الوزير جاي. رايح تشوف ايه الصبح في القطر؟ طب ما انت عارف، ولو مش عارف تبقى مصيبة أكبر. لو انت ما انتش عارف ايه اللي في المزلقانات تبقى مصيبة أكبر. وريحته 3 4 أشهر ما فيش شغل، ما كناش قادرين نصلح المزلقانات دي. خلي بالكم أنا بقول كلام وأنا عارف إنه إذا ربنا أحيانا أو ما أحيانيش هيجي زميل تاني يقعد في نفس المكان ده ويحكي حكاية حادثة قطر جديدة كمان 6 أشهر، كمان 5 أشهر، كمان سنة. ربنا يحمي الشعب. لكن هنقول إيه؟ ده إهمال رهيب، إهمال رهيب. فين رد فعل الحكومة؟